وياسين ما كان غير وسيلة باش يتحرر. اليأس. أمين فهم أن المواجهة أكبر منه، الضوء اللي فيه بدا كيضعف والكيانات بداو كيقربوا. في ديك اللحظة سمع صوت ضعيف ولكن معروف. أمين مازال ما سالاش. كان صوت الحاج عمر، بان من بعيد ضعيف ومجروح ولكن عايش. قال ليه كاين طريقة وحدة ولكن خاص ضحية باش يتسد الباب، خاص قوة من الداخل، يعني شي واحد يدخل داك العالم ويسد الباب من تما. وهادشي كيعني ما يرجعش. امين سكت وعارف الجواب. قال الحاج عمر انا نمشي. وعلى غفله ياسين وقف وبان فيه صراع. لحظه قصيره رجع فيها الوعي. قال بصعوبه لا هذه غلطتي فيها، انا نكملها. الكيان داخله بدا كيصرخ ولكن ياسين قاوم باخر قوه عنده. جبد داك الظلام كامل ودخل وسط الشق والباب بدا كيتسد. الكيانات صرخوا، الارض تهزات والضوء ضرب كل شيء. وقبل ما يتسد الباب ياسين شاف امين وقال سدوا وما ترجعوش. الباب تسد، الضوء رجع عادي، الظلال اختفات، الناس رجعوا لحياتهم عادية. ولكن